ازيكم؟ تعالوا مع بعض نعمل احلى جلاش ممكن تعملوه، مقرمش من فوق وطري جدا من جوه، وهو ده اللي احنا عايزينه بالظبط. تعالوا نشوف الطريقه مع بعض. ما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو وسبسكرايب للقناه. شايفين الجمال؟ بجد حلو جدا. تعالوا نبدا مع بعض، يلا. اول حاجه هنعملها، احنا كنا محضرين لحمه قبل كده، كنت خدت منها نص الكميه وانا بعمل المكرونه البشاميل لو انتم متابعين، وحطيت عليها بفلفل الوان. كل اي فلفل الوان عندكم انزلوا بيه. انا هنا بوريكم ان انا بشيل الورق اللورا اللي بيبقى لنا حاجات اللي انا بحطها يعني عشان ما تبقاش موجوده في الحشو واحنا بناكل. جبت الصينيه بتاعتي دهنتها سمنه. الورقه الجلاش بتاعتكم انتوا بتشوفوا هي كام ورقه وبتقسموا على حسب العدد الورق اللي موجود فيها. انا هنا بين كل ورقه ورقه بحط السمنه بتاعتي او ماده الزيت او الزبده اللي انتوا عايزينه براحتكم. نص الكميه عملتها، وهنزل بالحشوه بتاعتي اللي احنا مستخدمينها. انا عملت لحمه مفرومه، انتوا ممكن تعملوا فراخ عادي جدا، ممكن تعملوا جبن، كل اللي انتوا عايزينه ينفع مع الجلاش ده. بصراحه هو اسهل واسرع طريقه وبينفع في حاجات كتير جدا. معلومه، انا هنا بس بتني ورقه الجلاش عشان الصينيه بتاعتها صغيره. هنعمل اللي احنا عملناه في الخطوه الاولانيه خالص، هنعملها تاني بقى فوق الحشوه بتاعتنا. اهم نقطة ان احنا لازم ندهن بين كل ورقة ورقة سمنة او زيت او زبدة زي ما قلت لكم، عشان ده اللي بيخلي الجلاش طري من جوه. خلصنا الكمية بتاعتنا بتاعت الجلاش، هنبتدي نقطعها زي ما انتم شايفين. لازم نمسكها عشان ما تتفرولش معانا. عينة بيضة حطيت عليها فلفل اسود وحطيت عليها ملح ونزلت بلبن عليها. هنقلبهم كويس جدا جدا، ننزل بيهم بقى على صينية الجلاش بتاعتنا. دي اكتر طريقة بتخلي الجلاش طري جدا وبجد حلو ومقرمش من فوق. لازم نهز الصينية كويس قوي عشان كله يتغلغل جوه. حلو قوي معانا زي ما انتم شايفين، بجد كان حلو قوي، كان مقرمش من فوق كان طري من جوه. يا رب تكونوا انتم انبسطتوا معايا في الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة لو انتم شايفين ان انا بفيدكم. اتمنى ان انتم تقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وبس كده، باي باي.